سلام البنات، كيفكم؟ كيف صحة؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في قناه ام ريماس المغربيه رقم 1. اليوم البنات غادي نديروا معكم واحد الكيكه اللي هي سهله وبسيطه ومكوناتها كتكون عندكم في البيت متواجده في المطبخ، وفعلا كتجي طيبه. كيكه تاع البرتقال والزبادي من جميع، يعني في زبادي فريز، زبادي تفاح، زبادي عنب، كل واحدة وشنو الزبادي اللي غدير. هذه انا عندي مزارع العين تبع الامارات، زبادي يوناني طيبة ومتكونة من العسل والفواكه. تقدري ديري ياغورت بالفواكه، دانون بالفواكه، المهم كل واحد شو بيقول في الدول تبعه. المهم حبيباتي حنبلش على بركة الله. اول حاجة غادي نحطو هاد 4 البيضات هنا. سمحوا لي يا حبيباتي انا كنشتغل بايد وحده. البنات هي احنا حطينا هنا 4 البيضات كما شفتوا، وغادي نديروا واحد نفس الكاس اللي كتخدمي به الطحين تخدمي به السكر. هذا كاس تبع السكر، حطينا كاس السكر على 4 بيضات. عندنا هنا 2.5 طحين، عندنا هون ملعقتين نشا كبار، ضروري النشا جربوه تعال تشوفوا كيف يعطيها. وعندنا هون برتقاله مقشرينها، وعندنا هون كاسة زيت بنات. وغادي نضيفوا هون 4 بيضات، كاسة سكر، كاسة زيت. عندنا هون برتقاله، البرتقاله يا بنات كبيره اللي بشرنا. هون اخذنا الميه تبعها عصرناه حطيناه هون، خلطوهم خلطناهم هون. 4 بيضات وكاسة زيت وكاسة سكر. نحط الزبادي زي ما شفتوا بنات. احنا حطينا الياغورت اهو، حطيناه اهو، هسه حطيناه. نضيفوا عليه البرتقال المبشور، نحطوا ملعقة كبيرة من هذا خميرة الحلويات بيكي باودر، هاي ملعقة كبيرة. خلاص غنخلط الخليط. خلاص خلطنا المكونات البنات. عندنا هون ملعقة كبيرة من النشا، ملعقتين عفوا، ملعقتين كبار من النشا. ضروري جربوا النشا. تعالوا تشوفوا انا جربت هالكيكه قبل ما اعملها لكم بنات. انا اي وصفه مثلا بشوفها او كذا بجربها عندي في البيت بعدين بعطيها لكم. هون 2.5 طحين، 2 من هذا الكاس من نفس كاس الزيت البنات. واخر مكونات اللي ظلوا معانا هي كاسة حليب. انا قلت لكم الوصفه جربوها نفس اللي عطيتكم المقادير. الخل عندنا هون عشان زفارة البيض، نقطة خل، شفتوا نقطة عشان تشيل الزفارة. خلاص البنات نخلط المكونات ونرجع معاكم بنات. شفتوا كيف طلعت؟ هلا حتشوفوا. احنا عندنا القالب هون دهنينه بالزيت والطحين، شوية زيت والطحين. شفتوا القالب قديش؟ عندي القالب شوية كبير انا. شفتوا يا بنات كيف تطلع؟ المقام حلو، لا تقيلة ولا خفيفة، تجنن. انا مشغله الفرن شغلاه وانا بساوي فيه، شغلته لازم يكون لا سخن كتير ولا بارد، متوسط. والفرن يكون بس من تحت، لما تستوي من تحت بعدين شغلي عليها الشوايه من فوق تتحمر. كما شفتوا البنات احنا لسه يلا خرجناها من الفرن بقى سخونه، خلوها نساليو تبرد ونقلبوها ونوريها لكم. هانتو البنات كما شفتوا كيف طلعت، شفتوها خطيرة وطرية اسفنجية. انا عندي المول كبيرة البنات، تابعوا انا المول تاعي كبير. عندك مول اصغر اعمليه تجي ادخل. انا المول تبعي كبير، هواي اللي بعمل فيها الكيكة كبيرة. سخونة شوف
ما شاء الله طريه. بنات اللي عجبكم المحتوى تاعي ديروا لي لايك وسبسكرايب مع قناه عمري ماس المغربيه رقم 1. يلا حبيباتي مع السلامه.